سيرة بني هلال الحلقة 9. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملامة، رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن رزق الهلالي بعد الفضيحة اللي حصلت في ديوان الملك سرحان اندفع إلى منزله غاضب جدا، وسألته خضرة عن اسم ابنها، فقال لها ابنك ده يتسمى مش يتسمى، وقال لها انت فضحتيني في العرب. وحاولت خضرة الدفاع عن نفسها، لكن الشك والغضب والفضيحة كان اتملكوا من قلب رزق، وأصر على انها لابد ترحل الى مكة تاني الى بلاد ابوه. خضرة حست انها ما تقدرش تروح بلاد ابوها شايلة هذا العار اللي ملهاش ذنب فيه، فطلبت منه الطلاق بس على اساس يسيبها تربي ابنها في بني هلال. ورزق ما قبلش اي توسل. خضرة اتجننت وقالت له بطل كلمات، بطل الكلام اللي بتقوله ده. قالت له خضرة بطل كلمات يا راكب مهرة وحلو المعارف، يلي عامل لي فارس وعامل لي رجل متعلم، واحنا اصله لحمنا من كلمات مر يا رزق. وانت عارف انا شريفة ونسل النبي الزين، وكيف العبد يوصل فراشي؟ انا خالية من الكذب والزين. الزنا كلام اللي تقوله ما طراشي، يعني ما يطريش حد ولا يعجب انسان. قال لها امال يا كلبة كان عبيد مين اللي دخل ودنس المطارح؟ وده انا امير العرب ومتين، انا رزق ابو عزم بارح. عبد مين ده اللي جنبكي؟ كلام الاعادي بكاني، شاف بطنك وشاف جنبكي، عالفرش حضنك مكاني. قالت الكلام ده يعلمه مولاي، انا وانت يوم القيامة تقف بين يد الله وياي واخد حقي بالسلامة. قال لها طيب ارحلي من محلي، النفس ما قبلاشي، خليت الغضب كله حل بيا، واللي تبلى ما تلوماشي. قالت الصبية اياك ابليس مسك المراية ليك، دموعي فوق خدودي جباكم، يعني الدمع نزل فوق خدودي جاب كمي وبلو. ايش قولك ما تعملنيش مرة ليك، بس اربي الغلام في جباكم، يعني طلقني بس اربي الغلام جنبكم وفي محلاتكم. قال لها انا ما عرفش اربيه، لازم ترحلي من بلادي، انا رضيت بحكم ربي، دموعي بتجري بلادي. ان كانت انت دموعك بلت الجبة، انا دموعي بلت ايدي. قالت الحرة ده امر ربي، وطلعت تبكي بحنانة. طلعت قدام الدار جايبة من الطين وربي، بقت تمسك من الطين وتربي فيه، عملاه كأنه حنانة، كأن الطين ده زي الحنة، وقاعدة تشيل فوق راسها وفوق هدومها. وقول يا عم جابر. قالت له الشريفة بطل كلمات
راكب مهرة وحلوة المعارف أصلحنا لحمنا من كلمات مر يا رزق وانت عارف أنا شريفة نسل النبي الزين وكيف العبد يوصل فراشي أنا خالية من الكذب والزين كلام اللي تقولوه ما طراشي يا ليل قال لها أما لك البعبد مين اللي دخل وداس المطرح وانا امير العرب متين انا رزق ابو عزم برح عبد من ذا اللي جنبك كلام الأعادي بكاني شاف بطنك وشاف جنابك عالفرش حضنك بكاني قالت له الكلام ده يعلم مولاي أنا وإنت يوم القيامة توقف بين يدي الله وإياي وناخد حقنا بالسلام قال لها طيب ارحلي من محلي النفس ما قبل شيء خليت الغضب كله حلي خلت بلا متلو ماشي قالت الصبية يا كبليس مسك المراية ليك دموعي فوق خدودي جبكم ايش قولك ما تعملني شي مرة ليك بس أرب الغلام في جبكم قال لها أنا ما عرفش ربي لازم ترحلي من بلادي أنا رضيت بحكم ربي دموعي بتجري بلادي قالت الحرة أمر ربي طلعت تبكي بي حنان جايبة من الطين وربي عاملة كأنه حنانا. البنت الشيحة شايفة أمها تعيسة جدا وعمال تلطم وعمال تجيب الطين وتحط على راسها، فتقدمت من أبوها رزق يعني حاولت تدافع عن أمها، فأبوها سحب سيفه وهددها وقال لها اسمعي المرأة العاهرة لا تخلف إلا عاهرة، إذا تكلمت عن هذه الولية مرة تانية حقطع رقبتك. قالت شيحة تبكي دموع العين، شيحة بنتها تبكي بدموع العين، أنا نار قلبي شبيبي يابا يا مودي أمي على فين، طالعة بأخويا شقيق. قال لها تاني منك ما أسمع شي كلام، سيفي مكلف جواهر، سيبوني أنا وحدي في غلب آلام، أهل أهرج بأواهر قسما برب العالمين.
العالمين ما أسمع منك كلامي واني مركبها ترسي عالمين لارميك رميك كلامي البت قالت يا مولاي يا يوم الندم يا والدتي أمري لمولاي يا أمي مع السلامة. وصل خبر طرد خضرة للملك سرحان، فالراجل فزع. طبعا هو اللي أشار على رزق بأنه يروح يحج ويحاول يتزوج من مكة، فالراجل خاف جدا، هو المسؤول عن الحكاية دي، وشافوه الناس بيجري حافل قدمين، سلطان بني هلال بيجري حافل قدمين، يعني وقف قدام رزقه وحاول يعني يثنيه عن عزمه، وقال له أنا قلت لك عن عسقل، قلت لك إن هو أخوك مش شقيقك، وإن أمه ردية، وإن هو عاوز يورثك، وإن هو قال الكلام ده عن خضرة علشان تكره ولدك وتقتله أو تمشيه، ولما تموت هو اللي هيورث مالك. لكن رزق رفض وقال لا يمكن يا ملك ده يكون ابني. فالملك قال خلاص ادي الله وادي امره، واديها انا ناس يروحوها. جابوا خضرة واجتمعت القبائل كلها في الساحة بتاعة المضارب، وعقدت لخضرة محكمة من أغرب ما يكون، امرأة واحدة في مواجهة 4 قبائل متوحشين محيطين بيها، هي في جانب والباقي كله في جانب. والملك قال لها يا خضرة أنا حديلك ناس يوصلوك لحد ديار أبوك. وخضرة رفضت، قالت أبدا، القبائل اللي تتهمني بالفسق والفجور مش ممكن أديها حق حمايتي ولا حماية ابني. فقرروا انهم يقسموا معاها مال رزق، وده حقها لانه حق ابنها، ومهما كان شكهم في الولد ده ومهما كان اختلافهم على ميلاده الا انه الولد ده من حقه ان يرث في مال رزق. وانطلقت خضرة وسعيدة بالطفلين، وكل القبائل لمات وأمم وراها لغاية حدود النجوع. كان يوم عصيب، كأنه محاكمة بتشارك فيها كل العرب كطرف، وخضرة وجاريتها سعيدة في الطرف الثاني. راح الخبر للملك سرحان، حمول البلا مش خفيفة، بكى والدمع صار وحن. قالوا له رزق طرد الشريفة، قالوا له رزق طرد مرته وطلعت، والهم زايد، بعد الحالة شرب مرته مره، دي صايمة عن العيش وزايد، دي صايمة عن العيش والزاد. جه سرحان حافل قدمين قال له يا اخي ارتضي بحكم سيدك، معرفتك معاني الكلام زين، ليه تخرب ديارك بإيدك؟ ما قلت لك يا ابن عمي ده كلام من غير معادي، ده انا عيوني من النوح عميو، ان ده كلام الاعادي. اعلم انه عسقل غضبان يا بطل، ما تخلي بالك، بيسب عرض النسوان، ده كان منتظر ورث مالك، ما كانش عاوز يعطيك غلام ولا يعمر ديارك. ادي معنى هذا الكلام يا اخي، روج وطف نارك. قال له خلاص يا سرحان، نفسي ما قبلاش للست دي، نفسي ما قبلاش تاخد ابنها وتزول من حدايا اللي ضحكت عليا الناس، وهذا الغلام مش ضناي. قال له سرحان يا أخي وليها رب موجود، أعطيها أنا أنفار يروحوها إلى مكة وبلدها، تعود نوصلوها بيت أبوها. قالت الشريفة بحق النبي الزين أرفع علمها ورايا، مدام تهمتوني بالفسق والزين ولا زول يطلع ورايا. راحوا يقسموا لها الأموال ويعطوا نايب الغلامي ورثوا في المال، والعرب سامع الأقوال وراحوا وراها جميع اللمامي، يعني
جميع اللمومات. وقول يا عم جابر. راح الخبر للملك سرحان، حمول البلا مش خفيف، بكى ودمعه على الخد سرحان، قالوا له رزق طرد الشريف، قالوا له رزق طرد مرته، وطلعت الهم زايد بعد الحلا مر أتى، صيم عن العيش وزايد جا سرحان حافي القدمين، أتى الرئيس حافي القدمين، يا آخر تضي بحكم الزيزك، ما عرفتك معاني الكلام زين، ليه تخرب ديارك بإيدك، ما قلت لك يا ابن عمي ده كلام من غير معادي، أنا عيوني من نوح عمي إنه ده كلام الأعادي، اعلم إنه عزق الغضبان يا بطل ما تخلي بالك، بيسب عرض النسوان، كان منتظر ورث مالك، ما كانش عايز يعطيك غلام، ما كانش عايز يجيك غلام ولا يعمر ديارك، ادي معنى هذا الكلام، يا اخي روق او طفي نارك، قال له خلاص يا سرحان نفسي ما قبلاش، قال له للست دي نفسي ما قبلاش، تاخد ابنها وتزول من حدايا اللي ضحكت عليا الناس، هذا الغلام مش ضنايا، قال له سرحان يا اخي وليها هي يا رب موجود، اعطيها اني انفار يروحوها الى مكة وبلدها تعود، يوصلوها بيت ابوها، قالت الشريفة بحق النبي الزين ارفع علمها وراي، مدام تهمتوني بالفسق والزين ولا زول يطلع وراي، راحوا يقسموا لها الأموال ويعطوا نايب الغلام، ورثوا في المال والعرب سامع القول، راحوا وراها جميع الأمم، بيقولوا يرمي المال ده مين يعد في المال يجيبه، العرب دي حيرانين في هذا الأمور العجيب. طبعا العرب كان لما يجوا يقسموا مال، اولا نحب نقول ان المال عند العرب يعني الجمال والإبل، فكانوا لما يقسموا مال، واحد زي رزق الهلالي ده كان عنده مال ملوش اول من اخر، يعني قطع متسعة من الصحراء مليئة بالجمال، لو جم يقسموا الجمال ده نصين هياخدوا سنين يعدوا فيه، فكان طبعا يعني ما بيقعدوش يعدوا بالواحدة، يعني يجيبوا جمل هنا وجمل هنا، لا بيجيبوا راجل قوي هم يختاروه، الطرفين يختاروه ويشيلوه دبوس كده زي الحربة ويحطوه في أول الجمال، فيروح مشيع الدبوس، مطرح ما يرسي الدبوس يبقى دون ملك اللي تيجي عليه الجرعة، وبالطريقة دي كانوا يقسموا المال. فلما جم طبعا علشان يقسموا المال بتاع رزق، خضرة
رفضت تأتمن أي راجل من رجال هلال، وقالت دي جبايل ظالمة كرهوا ابني بدون وجه حق واتهموني في شرفي، فكيف أنا يعني أأتمنهم على نصيبه في المال، نصيب ابني؟ إلا ربنا أرسل في هذا الوقت سيدنا الخضر زي ما بيقول الشاعر، دخل عليهم في ملابس رجل فقير ولقي الجمع واللمومة ديا وقال السلام عليكم، فردوا عليه السلام. فخضرة قالت ده الراجل اللي يقسم المال. طبعا العرب قبلوا راجل فقير وبتاع ويعني دراعه مهما شوح الدبوس مش هيجيب 10 متر لقدام. فوقف سيدنا الخضر ومسك الدبوس ورماه، فضل الدبوس طاير لحد ما عدى مال رزق كله واخد جانب كمان من مال الملك سرحان. العرب هللت والملك سرحان فرح وقال خضرة دي ربنا معاها ومش هيتخلى عنها ابدا، ومن جواه في ضميره كان سعيد اللي الدبوس خد جزء من ماله علشان يكفر عن عقدة الذنب اللي هو حاسسها. يقولوا يرمي المال ده مين يعد في المال يجيبه؟ والعرب قعدوا حيرانين في هذه الأمور العجيبة. بيقولوا مين يقسم المال؟ يبين نايب الغلامي والعجل من راسهم مال، مع الغلب وقفوا في آلامي. ربي أرسل قطب الرجال عليه السلام وجه حداهم ورمى السلام على الرجال، الجميع وقفوا بنداهم. سلم على الجمع كله، قالوا ضيف أهو أتانا وبقي العمل في محله، والقسمة دي أمانة، التقسيم ده أمانة عندك. بيقولوا لسيدنا الخضر، قالوا له التقسيم ده أمانة عندك، اعطي نايب الغلامي. الكل جابوها عندك، يعني الكل وافقوا عليك. قال الشيخ وانا للجمع كله امامي. مسك الدبوس وحدفه في المال، والمال كالبحر يوم الزيادة، جاب لها من مال سرحان جمال ومن مال رزق ما فضلش حاجة. وقول يا عم جابر. بيقولوا مين يقسم المال؟ يبين نايب الغلامي، العقل من راسهم مال، مع الغلب وقفوا في آلامي. رب أرسل قطب الرجال عليه السلام جاحدهم ورمى السلام على الرجال، الجميع وقفوا بنداهم. سلم على الجمع كله، قالوا ضيفه هو أتانه وبقى العمل في محله، والقسمة دي أمانة، التقسيم أمانة ده عندك. اعطي نايب الغلامي، الكل جابوها عندك. قال الشيخ وأنا للجمع كله إمامي، مسك الدبوس وحدفه في المال، كالبحر يوم الزيادة، جاب لها من مال سرحان خد جمال، ومن مال رزق ما فضلش حاجة، مليها خد المال كله ونبع مال سرحان جاها. قال الملك ده في محله، الست الرب جاها، لها الرب ما دمعتش عيون خضرة رغم الفضيحة والإهانة العلنية، ظلت صامدة وثابتة. كان عازز عليها موقف رزق، ازاي ينحاز للقبايل وهو الراجل اللي متأكد من شرفها ومن نسبها وأصلها. وعز عليها ان القبائل دي كلها ممكن تجتمع على الباطل، ممكن تجتمع على امرأة شريفة ضعيفة. لكن سعيدة الجارية بتاعتها
كانت طول الوقت بتنوح. سعيدة كانت طبعا هي التعبير عن الأزمة اللي عند خضرة، يعني خضرة هي اللي مأزومة وسعيدة هي اللي بتبكي. نجاح جوزها، جوز سعيدة، عبد رزق، جاي يهون عليها وقال لها يعني معلش يا سعيدة، وده قضاء وقدر ودي إرادة ربنا. قالت له يا نجاح روح لسيدك، أنا واخدة ابني وحمشي ورا ستي خضرة، انت تمشي مع سيدك وأنا حمشي مع ستي، وإذا كان لينا لقاء تبقى الوجوه تتقابل. وخرجت القبائل خلف الموكب، ولما خضرة بدأت الرحيل وبدأت الخيام تختفي عن عينيها ابتدت تتذكر الوضع اللي هي موجودة فيه وابتدت تبكي لأول مرة. جات الجارية بتنوح، العيقة في صباها، القلب من الغلب مجروح، نجاح جوزها جاها. قالت يا نجاح هنا ارتاح، يا ابو العمامة النظيفة، انت مع سيدك يا نجاح وانا رايحة مع الشريف. جمعوا المال وقصدوا الكريم المتعال وعزموهم النساء والرجال، وطلعت خضرة لما غطاها تبكي ودمعها فوق الخدود سال، ومتوسلة بالبدر طه. ولت عن البلد والدمع سال، وقالت معاني الكلام واللي حاصل، بتقول يا سامع مني خد البال على كلام حلو من خضرة حاصل. يا نجد منك رحلنا، بتبكي مدامع عيوني، أريدها كانت فقدت روحلنا، كنت أتمنى أن تفقد الروح بتاعتي، ولا بشيعتي يطلعوني، ولا بجرستي وبفضيحتي أطلع بالطريقة دي. أنا أريد فقدت روحلنا، ولا يسبوا عرض الأمارة في بلدي، ما قاعدة ريحلنا، يعني مش قاعدة أي ريحة لنا، خلاص طلعت زينة العذارة. ودعوها النجع ورجع، وهي ساكت البهايم مليانة من مر ووجع، والقلب كالقدر هايم. وما اعتقدش ان احنا هنقدر نسمع موقف الرحيل ده في هذه المرة، ولذلك ففي الحلقة القادمة هنمشي مع خضرة ومع سعيدة في الصحراء خارجة من قبائل بني هلال، وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل، أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عرب يذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال، في سيرة عرب أقدمين، كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 7 متين، يسمى الهلال السلام.